فين؟ طيب اماكن بقى شوبينج، لو عايزين تروحوا مكان مفتوح وتعملوا فيه شوبينج وفيه مطاعم وكافيهات، تروحوا فين بس مفهوش بحر؟ يبقوا تروحوا فين؟ يا جرين بلازا يا كارفور يا سان ستيفانو. هتلاقوا فيهم مطاعم مختلفة تماما عن بعضها ومختلفة كمان في الأسعار، وهتلاقوا فيهم سينمات وموجود فيهم أي أفلام انتوا نفسكم ان انتوا تشوفوها، وهتلاقوا كمان كافيهات، وهتلاقوا فيها ملاهي، وممكن ان انتوا تعملوا كمان فيها شوبينج، وممكن ان انتوا كمان تسهروا فيها. يعني اماكن كاملة متكاملة، بس الحاجة الوحيدة اللي مش موجودة فيها البحر، بس موجودة فيها مميزات تانية كتير حلوة برضو. وهنا الاماكن دي ملهاش طبعا سعر دخول، دي اماكن مفتوحة تقدروا ان انتوا تدخلوا تمشوا فيها، وعلى حسب الحاجات اللي انتوا هتطلبوها جوه على حسب طبعا هتكون سعرها. تقدروا ان انتوا تروحوا وتزوروها وتتمشوا فيها وتعملوا فيها شوبينج من غير ما تدفعوا اي حاجة وانتوا داخلين. وطبعا بما اننا قلنا الخروجات والمطاعم والكافيهات، ما نقدرش ننسى ان انتوا كمان تروحوا جليم باي، مليان كافيهات ومليان مطاعم، غير ان انتوا بتبقوا قاعدين في نص البحر. وما برضو ما نقدرش ننسى الشاطبي فيها كازينو الشاطبي، ان انتوا برضو تقدروا تروحوه، من الاماكن المشهورة في اسكندرية والاماكن اللي على البحر على طول. طيب لو عايزين اماكن يكون فيها حفلات او مسرح او تحضروا فيها عرض ومكان مشهور ومميز وكمان ليه اسمه، واسمه اول ما تعرفوه تفتكروا بيه حد مشهور، عندكم المسرح الروماني، عندكم مسرح بيرام التونسي، عندكم مسرح محمد عبد الوهاب، ومسرح عبد المنعم جابر، ومسرح مكتبة اسكندرية. يعني مكتبة اسكندرية كمان فيها مسرح بيتعمل فيها عروض. ما تنسوش طبعا ان في اوبرا وفي السيرك الايطالي في سيدي جابر. كل ده ولسه اكتر واكتر موجود في اسكندرية، وانا عارفة ان انتوا بتسمعوا الفيديو ومكملين معايا لحد دلوقتي الاماكن دي اول مرة تسمعوا عنها. نيجي بقى للشواطئ اللي موجودة في اسكندرية. الشواطئ اللي موجودة في اسكندرية شواطئ كتيرة جدا، عندكم من اول ابو قير والمعمورة لحد الانفوشي والقلعة، شواطئ كتيرة جدا. والشواطئ دي ما ينفعش ان انا اقول لكم على اسمها غير لو انا كل صيف بصور لكم الشواطئ دي، لان الشواطئ دي بيحصل فيها تجديد وبيتغير على اسمائها. يعني كل سنة ممكن نفس الشاطئ في نفس المكان يكون موجود بس اسمه مختلف، فتيجوا تروحوا على نفس المكان وتدوروا على اسم الشاطئ بس هيكون اسمه اتغير، فممكن ان انتوا تتلخبطوا فيه لو انتوا مش من اسكندريه. بس بيبقى نفس المكان ونفس الشاطئ بس اللي اتغير فيه اسمه، لان الشواطئ في اسكندريه بتتأجر كل سنه. لكن عندكم في الشاطئ شواطئ، عندكم كمان في سيدي بشر في شاطئ او اتنين، وكان في شواطئ كتيره قوي وكانت من احب الشواطئ، بما اني من